السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة خالص كلنا ما بنستغناش عنها. بنحب خالص الفلافل، وكل بيت ما في بيتهيألي ما بيختلفش عليها اتنين يعني. بنقف كتير بنستنى في المطعم علشان نعرف نشتريها، ولما بنبعت الولاد اليومين دول كمان مش بيقول لهم، يعني انا مش بحب ان انا اكل الحاجة اللي جاهزة من بره. فلما ببعت الولاد يجيبوا عجينة بيقول لهم لا ما فيش عجينة. فقررت ان انا هعمل العجينة بتاعت الطعمية في البيت، والمقادير سهلة وبسيطة زي ما انت شايفة كده. كل الحكاية نص كيلو فول، وحزمة من الكزبرة الخضراء، وحزمة من الكرات، وشوية توم، وبصلاية، وخلصت خلاص عجينة الطعمية. شايفة الجمال والحلاوة؟ خضرة وجميلة وفي منتهى الجمال. بديها فرمة كده في الأول في الكبة أو في الخلاط لو الخلاط بتاعك جامد شوية، لكن أنا بفضل الكبة بصراحة. كمان في ناس بتحط لها مية، لا ما تحطيش مية. انت بس الفول انت بتبقي نقعاه من قبلها بيوم طبعا. ما بتخرجيش الفول، مش بتصفيه يعني، ما بتخرجيهوش من الميه غير وانتي بتاخدي منه تحطي في الكبه، فبيفضل مندي مع الخضره. طبعا بتنزل الميه بتاعتها والبصله كمان، فبتخلي العجينه تمشي معاكي في الكبه. وفي الاول بتديها فرمه واحده، وزي ما شفتي كده بنحط لها الملح حسب الرغبه، وكمان بنحط لها ربع معلقه من السحر اللي هيخليها بالظبط العجينة بتاعت المطعم، وأحلى كمان وأنضف. ربع معلقة من الكربوناتو اللي هي البيكنج صودا. بنحطها على العجينة بعد ما بنفرمها الفرمة الأولى، وبعد كده بنقلبهم كويس خالص في بعض، ونرجع نديهم فرمة تاني في الكبة. بتلاقي الدنيا بقت أسهل وأسرع، وتطلع بالجمال والروعة دي. انا بقى مش هعمل طعمية تقليدية، لا ده انا عملت كفتة كمان. يعني انا اللي عملت الطعمية كفتة. زي ما انت شايفة كده هناخد بقى حسب الرغبة، وهنضيف له الكزبرة الناشفة، هي اللي بتدي طعم زي ما انت عارفة كده. الطعمية اللي من بره اللي بتبقى محشية كمان بالذات بيبقى فيها نسبة الكزبرة المطحونة حلوة قوي، فبتديها طعم جميل. وكمان هحط حبة من السمسم على العجينة، ولو عايزة تضيفي شوية كمان بتخليها جنبك في طبق، وتاخدي على الوش زي ما انت شايفة كده. ودايما تخلي ايدك مبلولة وانت بنقول بقى بتقرصي الطعمية. وانت بتشكلي القراص بتاعت الطعمية، بتخلي ايدك دايما مبلولة علشان السمسم، وعشان العجينة كمان ما تلزقش في ايديكي، وتبقى سهلة في التشكيل. بس كده بشكلها زي ما انا عايزة بقى، اللي عايز كور، اللي عايز كفتة، اللي عايز قرص عادي، بعملها زي ما انا عايزة. يعني ابني بيبقى واقف جنبي دايما، لا يا ماما اعمليها لي كفتة، انا عايز كفتة الطعمية. بيبقى عاجبه الشكل يعني. بس وخلاص، وخلصت كده النهاردة عجينة الطعمية بتاعتنا في البيت، وتفرزي منها، وقبل ما تستعمليها تطلعيها بنص ساعة تبقى كأنك لسه جايباها. بس الملح يا جماعة ده بيبقى حسب الرغبة يعني. الكزبرة الناشفة والسمسم بيبقى وقت التشكيل فقط. الملح والكربوناتو دول بيبقوا موجودين على العجينة كلها. بتحطي منها على حسب ما انتي بتحتاجي. وبس كده خلصت معانا عجينة الطعمية النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات يوصلك بإذن الله كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.